طب وبعدين؟ طب وبعدين مسلسل إذاعي بيتناول مشكلاتنا مع أولادنا وإزاي نحلها. كتير مننا كأهل بيتصرف بطريقة عفوية ومتخيل إنها طريقة عادية، مش مدرك ولا مستوعب تأثير الطريقة بتاعته على شخصية ولاده سواء كانوا أطفال أو مراهقين، وإزاي إن الطريقة دي ممكن تأثر فيهم وفي مستقبلهم وفي شخصيتهم وفي تكوينهم. خلينا نقف مع الحلقة ونفهم إيه الطريقة اللي إحنا عملناها، تأثيرها إيه، هي غلط في إيه، ومش بس كده، خلينا نفكر ونتعلم إزاي نقدر نصلحها. صباح الفل يا مشمشة، يلا نفطر في البلكونة. النهاردة الجو جميل، أخيرا الحر هدي. فريدة، ملك، يلا اصحى تتأخروا على المدرسة. ابتدينا بقى المورستان بتاع الصبح. الباص هيفوتكوا، يلا ما تنسيش الأنشوكس بتاعتك، اجري بسرعة. بلاش تنكها بعد المدرسة، من المدرسة للبيت على طول. صباح الفل يا حسن بيه، متشكرين قوي على الجزمة الجديدة. وائل هيروح بيها المدرسة النهاردة اهو، ربنا يكرمك. خلاص يعني مش لازم الشارع كله يعرف يابا ان الدكتور حسين هو اللي مدينا الجزمة. ياه، أخيرا هدوء. ده الواحد ساعة المدرسة دي بالنسبة له بقت كابوس، سواء كان الصبح ولا آخر اليوم. طبعا ما توعاش انت بقى يا سمشمش على أيام ما كان الحي ده هادي مفهوش كل الهيصة اللي بقينا فيها دي. كان الواحد يقع كده الصبح، يقعد في البلكونة يشم ريحة الفل والياسمين اللي جاية من الشجر بدل ريحة العادم دي. ايه ده؟ الله، الحق الواد سليم ظهر اهو. صباح الخير يا سليم يا ابني، ايه راحت عليك نومه ولا ايه؟ اهو اليوم مدرسه. صباح النور. يلا عشان تلحق زمايلك سبقوك. شفتي؟ قلتلك حد هيشوفنا. ما يشوفونا يا سليم، هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ ايوه الراجل ده كلامه كتير، وتلاقيه يقعد يرغي ويقول للجيران ان احنا نازلين ماشي من غير عربيه. انا مش عايز حد يعرف حاجه. مصيرهم هيعرفوا، ويا سيدي لو حد سأل نقول لهم بعنا العربيه وخلاص، ولا اخدنا تاكسي فيها ايه؟ وحشتني يا ابن لذين انت وسندوتشات النوتيلا بتاعتك. ايه يا سليم، فينك طول الصيف يا عم؟ لا عادي موجود، كنت مسافر. سافرتوا فين بقى السنه دي؟ انا مشفتكش في حته في الساحل وتليفونك مقفول معظم الوقت، ولا انت كنت بره مصر؟ ايوه كنت بره مصر. بقول لك ايه، انا هروح حمام بسرعه قبل ما الفسحه. رايح فين يا سليم؟ مصدع شويه، ممكن اقعد في الفصل لحد ما الفسحه تخلص. اتفضل. سلامتك يا سليم. ماما انا عايز اروح مدرسه ثانيه. ليه يا سليم؟ ده انا عملت كل حاجه عشان مغيرلكش مدرستك، البيت والعربيه وكل اللي اقدر عليه استغنينا عنه بعد اللي حصل، وامن لك انك تفضل في مكانك مع اصحابك. وافضل معاهم ليه وانا ما بقتش منهم ولا زيهم؟ كل ده وهم لسه مش عارفين، او عارفين وبيستهبلوا عليا. مش هستحمل لما حد يجي يتريق عليا او يقول لي ابوك مسجون ليه. مصيرهم يعرفوا يا سليم. عارفه اللي حصل مش سهل عليك ولا عليا، بس مش هينفع نفضل مستخبيين كده في البيت ونهرب من المدرسه كمان. مش دول صحابك وعشره العمر؟ اتكلم مع علي او ياسين، هم عارفينك كويس وهيفهموا ظروفك. مش قادر اتكلم ومش عارف انت ليه مش حاسه بيا. انا اكتر واحده حاسه بيك. لا مش حاسه. يعني ايه حياتي اتقلبت 180 درجه بسبب غلطه عملها اقرب الناس ليا؟ مش فاهمه يعني ايه خايفه اتفضع وسط مجتمع اتربيت فيه وخايفه اتطرد منه. مش فاهمه يعني ايه بعد ما كنت ماشي رافع راسي في النادي وفي المدرسه بقيت ماشي مستخبي. طب وبعدين؟ في الحقيقة مرحلة المراهقة بيبقى فيها صفات وتحولات ومراحل بتبقى خاصة جدا. مرحلة المراهقة من أهم المراحل اللي بيمر بيها الشخص في حياته. لو مرت بسلام، الشخص تكوينه النفسي والشخصي بيبقى قوي وقادر يحل المشكلات بنفسه وبذاته، وبيعرف ازاي يحط حلول وبدايل لكل التفاصيل اللي ممكن يواجهها والتحديات اللي بيمر بيها. في الحلقة الأولانية زي ما انتم شايفين انه الشخص دوت باباه اتسجن، سواء كان مذنب او غير مذنب، لكن الولد في اللحظة دي بيمر بمرحلة نفسية صعبة جدا وقاسية جدا. هقول لكم نقطتين مهمين قوي في الجزء ده. الجزء الاولاني، المفروض ان القدوة في مرحلة المراهقة بالنسبة للولد هو الاب، فبالتالي لما يحصل المشكلة ديت هو بيحس بهزة عنيفة جدا في تكوين شخصيته وفي اتزانه النفسي. الجانب النفسي في المرحلة دي اصلا في مرحلة المراهقة بيبقى مش متزن، بيبقى فيه مراحل كتير جدا من التنقلات والتحولات والتغيرات اللي بتتم، فبالتالي كمان ضافت عليها في المشكلة ديت انه الاب مش موجود وانه تعرض للسجن، فبالتالي هو فقد الحماية، فقد الأمان، ودي أكتر حاجة بتخوف المراهق، فكرة الأمان.
فكرة الاحتواء من الأب والأم. فبالتالي كمان كمية التنمر والضغط المجتمعي اللي بيحصل عليه طبعا ده بيأثر عليه بشكل سلبي جدا وبشكل قاسي جدا، فبيهزه، بيخليه مش قادر يكون متزن، مش قادر يكون قوي، مش قادر يواجه المجتمع أو حتى يواجه نفسه، لأنه في لحظة معينة هو مش عارف يقول هل باباه مظلوم أو ظالم، هو صح أو غلط، طب هو مذنب أو غير مذنب، فبالتالي هو نفسه مش قادر حتى يقرر ده. في تنازلات طبعا على المستوى المادي بتكون كبيرة جدا، وتنازلات أكيد هتبقى موجودة لأنه رب الأسرة اللي كان بيصرف أو اللي كان مسؤول بشكل مادي عن الأسرة ما بقاش موجود، فبالتالي كل الضغوط ديت صعبة جدا على المراهق. في اللحظة دي الجانب النفسي اللي أنا بحكي عنه، الجانب النفسي اللي أنا بتكلم فيه، لازم ندرب ولادنا إنه حتى لو في مشكلات قاسية، لو في مشكلات كبيرة، لو في مشكلات قوية جدا، لازم نكون أقوياء إن إحنا نقدر نواجههم. نواجه المشكلات دي ازاي؟ انه الشخص طول الوقت يعتمد على نفسه، يكون مسؤول، انه يعرف ان عندنا مشكلة ونعرف ازاي نحلها. طيب هل المراهق ينفع يحل مشكلاته لوحده؟ أكيد لا. هنا في المرحلة دي، في النقطة دي، بتكلم على إن الأم لازم تدرب ابنها إنه يبقى عارف إنه أصلا الحياة مش سهلة، إنه الحياة مش مريحة، كلها مقاسي وكلها مشكلات وتحديات. فالولد في اللحظة دي لازم يكون فاهم إنه يقدر يحل المشكلات، إنه يعمل إنجازات، إنه ينجح بشكل قوي في إنه يحدد أهداف واضحة، إنه يبقى عنده طموح ما يبقاش أكبر من إمكانياته، ويعرف يروح للنقطة دي، يبعد تماما أو يغلف نفسه، يعمل كافرنج كده للمشكلة ديت، وإنه مش لازم طول الوقت يتأثر بكلام اللي حواليه. طبعا ده شيء صعب لكن مش مستحيل. واعتقد ان دي اهم حاجة، ان الولد ننمي فيه الشخصية، ان نزود ثقته بنفسه، انه يخليه طول الوقت يركز في اهداف واحلام ونقط معينة يبدأ يروحها بشكل قوي. ده هيقلل كتير جدا من فكرة خوفه أو تأثره بكلام الناس اللي حواليه. فترة المراهقة من المراحل الصعبة جدا، وبالإضافة كمان للمشكلة اللي بيمر بيها. الحل إن الأم تقوي شخصية الولد، إنه تعلمه مش كل حاجة يسمعها لازم يتأثر بيها أو تأثر فيه، إن إحنا طول الوقت يبقى عندنا أحلام وطموحات وأهداف المفروض إن إحنا نحققها.